السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم وجيه خوجة من قناة وجيه خوجة. النهاردة هنتكلم عن الأقفاص السمكية وتربية الأسماك في الأقفاص السمكية. طبعا أول ما بتسمع كلمة أقفاص سمكية بتتذكر على طول الأقفاص السمكية اللي موجودة في النيل عندنا في فرع رشيد وفرع دمياط. وهنتكلم دلوقتي النهاردة عن لا، مش في مصر، هنتكلم عليها في العراق. وليه في العراق؟ لأن في العراق بيهتموا جدا بموضوع الأقفاص السمكية النهرية بالذات يعني. وهنشوف قد إيه هم متقدمين في النوعية دي. مش معنى كده إن هم متقدمين عندنا كتير في المجال ده، لأن إحنا عندنا لو إحنا قارنا ما بين الأقفاص السمكية بتاعتهم اللي إحنا شايفينها حاليا دلوقتي قدامنا وما بين الأقفاص السمكية اللي عندنا موجودة في النيل، هنلاحظ طبعا في فرق كبير. مع إن نفس الإمكانيات متاحة عندنا وعندهم يعني، لكن هو الفرق بس إن إحنا عندنا الحكومة عندنا بتمنع موضوع الأقفاص السمكية، ودايما بتعمل لها إزالات أول بأول. لهم حجج إن الأقفاص السمكية بتلوث المية. طبعا لا، هو طبعا في اعتراض على نقطة إن هي بتلوث المية، طبعا بتلوث المية خالص، لكن هم شايفين كده خلاص مفيش مشكلة. وهو ده اللي بيخلي المستثمرين عندنا إن هم ما يربوش أسماك بالطريقة ديت ويكلفوها، لأن هو معرض في أي وقت إن هي تزال يعني. طبعا ده بيأثر طبعا بشكل كبير جدا على الإنتاج السمكي عندنا، لكن ما علينا. خلينا نرجع تاني نتكلم عن تربية الأسماك في الأقفاص السمكية في دولة العراق. زي ما احنا شايفين كده هم لا، بيتفننوا فعلا فيها بشكل جيد، لأن هي تمثل استثمار محترم. بس طبعا هو الفرق بيننا وبينهم إن احنا السمكة الأولى عندنا هي سمكة البلطي. هم لا، هم ما بيفضلوش سمكة البلطي خالص، لكن بيفضلوا نوع تاني من الأسماك وبيربوها بكثافات كبيرة وبإنتاج غزير عندهم. وبيربوها بنوعين من الأنظمة، يا إما بالنظام الموسع في الأحواض الترابية عندهم، زي كده بولت عندنا كده في كفر الشيخ وفي الشرقية وفي البحيرة وفي الفيوم في أماكن كتير في اسكندرية. وبيربوها تاني بالأنظمة المكثفة ديت اللي احنا شايفينها في الأقفاص السمكية، لأن هم بيربوها في الأقفاص السمكية بشكل مكثف. زي ما احنا شايفين كده الممر اللي في النص ده اللي هو معمول من خشب، ده بيبقى عرضه حوالي 2 متر، والمسافة ما بين كل حوض والتاني الداخلية دي زي ما احنا شايفين كده دي بتبقى 70 سنتي. والحوض نفسه اللي بيتربى فيه الأسماك اللي هو موجود فيه الشبك ده بيبقى عرض من 3 متر ل 4 متر وفي طول 6 متر. والمزارع السمكية العائمة ديت أو الأقفاص السمكية بتبقى يا إما باكيتين يا إما 3، يعني هي دي دايما على حسب عرض النهر اللي هم يحطوا فيه المجموعة دي. وبتبقى دايما لا سور زي ما احنا شايفين كده، أسوار دي بتحميها إن أي حد يخش ويسرق منها أي حاجة. عموما خلينا نتكلم على الكثافات اللي بيربوا فيها الأسماك ديت في الأقفاص السمكية. لكن قبل ما نتكلم عن الكثافات نتكلم عن الأنواع. أنواع الأسماك دي اللي هي المبروكة أو الكرب، هي دي السمكة الأولى عندهم. والمبروكة أو الكرب هم بيسموها كرب عندهم هناك، وطبعا هو ده الاسم الشائع طبعا في العالم كله، أسماك الكرب احنا بنسميها مبروكة لأن نمواتها بتبقى كبيرة وممكن توصل في 7 شهور لفوق 2 و3 كيلو يعني. خلينا نتكلم طبعا عن الأنواع بتاعتها. هما 3 أنواع. السيلفر، وده اللي هم في بعض الناس نفوسهم ضعيفة بتخدع المشترين وبتبيعها لهم على إنها عروس لأنها شبهها شوية بتبقى لونها فضي. وده مش من الأنواع المفضلة أبدا لأن طعمها مش مستساغ وفيها أشواك كتير جدا. نروح بقى للنوعين اللي هم أكتر انتشارا في التربية في الاستصراع السمكي وخصوصا عندهم وعندنا في نفس الوقت، اللي هي المبروكة العادية اللي هي الصفراء ومبروكة الحشائش. طبعا واضح من الاسم مبروكة الحشائش إن هي بتتغذى على الحشائش بشكل كبير جدا. وهم دول النوعين اللي هم بيربوهم عندهم في الأقفاص السمكية أو في العراق عموما، وهم دول الأنواع المجدية. هم بيحطوها بكثافات هنا في كل حوض بيبقى حوالي 2000 سمكة في الحوض، وبتنزل في أوزان من 40 ل 80 جرام، وبيغذوها على أعلاف نسبة البروتين بتاعتها ما بين 32% ل 34%.
لمدة حوالي 6 شهور، لحد ما بتوصل للأوزان التسوية عندهم زي ما احنا شايفين كده، اللي هو من 2.5 كيلو إلى 3 كيلو. وهي دي الأوزان التسوية بتاعتهم، لأن بتبقى السمكة في الوقت ده الأشواك بتاعتها دابت في قلب اللحم وما عادش تأثر في المذاق بتاعتها. كنت معكم وجيه خوجة من قناة وجيه خوجة، وإن شاء الله لنا تكملة في الفيديو دوت وعلى سمكة الكرب بالذات واقتصادياتها ودراسة الجدوى بتاعتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.